اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا مساء الفل والهنا والورد والياسمين على أحلى عيون ناس في الدنيا دي كلها. نهاركم زي العسل والفل، نهاركم أبيض وفي كتكوت. ويلا تعالوا نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة. بس قبل ما نبدأ ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك منه كل جديد، وتكتبي لي كومنت حلو يشجعني زيك كده. نشجع مع بعض إن شاء الله، ونقول يا رب كرمنا جميعا. هنا بقى بصراحة كان عندنا شغل في الشارع بتاعنا. أنا هحكي لكم اللي حصل. كان عندنا شغل في الشارع بتاعنا اللي هو بنعمل بيه الطوب ده. وبصراحة كانت يعني الحتة كلها رمل، فلا كنت فرشة سجاد ولا كنت فرشة ولا كنت فرشة أي حاجة. كنت أنا سايبة الشقة كده، حتى غسلت فرش الأنتريه وشيلته ما فرشتوش. قلت لو هفرشه العيال هيخلوه كله رمل. حلوة العيال دي، فمش هفرشه. فسبته بصراحة، سبت الشقة بقى كده. هو انا يدوب اكنس واطوق كده، وفي دقيقة واحدة تلاقي الشقة بقى كلها رمل عادي، يعني ما فيش اي مشكلة. والسراير رمل كله رمل. بصي انت لو ما خدتيش بالك ممكن تلاقي في الاكل اللي انت بتاكليه رمل. يعني الرمل قدامنا كتير، فممكن تلاقي في الحتة رمل. فانا بصراحة ما كنتش عاملة حاجة. بقالي ازيد من 20 يوم، بقالنا ازيد من 20 يوم اشتلت الفرشة غسلته وقلت بقى هسيب الانتريه كده، وما اجي افرشه انضفه تنظيفة حلوة وتنظيفة عميقة وامسح. بصراحة عشان ما اطولش يعني الفيديو قوي واعمل، يعني بقالنا كام يوم كده ما فيش، يعني خلاص بدأ خلصوا شغل خلاص. فبدأت بقى أعمل حاجة بصراحة يعني. مسحت يوم الحيطان، مسحت يوم الأرضية كده برضك من غير تصوير ولا حاجة. مثلا شلت فرش السراير مرة واتنين على كده بعض عشان أنضف مثلا من تحت السراير والكلام ده. يعني بتبقى عايزة تاخدي راحتك بعيد عن التصوير. يعني التصوير مهما يكون بيأيدك بالحركة بكده. طبعا كلكم فاهمين وكلكم عارفين، يعني ما بنشتغل في البيت بنبقى اللي فين، بالذات مع الجو الحر والكلام ده، فلازم بتبقي واخده راحتك شويه. فانا قلت بصراحه يعني اسيب اللمسات الاخيره بس، اللي هي ممكن اصورها معاكم. يعني مثلا زي بكنس، بنفض تنظيفه خفيفه كده. هشد مثلا المكتبه دي وامسح تحتها واكنس تحتها، اللي هي مكتبه الشاشه ديت. اسفه طبعا. فيعني حاجات خفيفه. فانا مسكت بقى النهارده الشقه اديتها حته نظافه. بصراحه بنتي لذينه كانت محتاجاها بامان، كانت محتاجاها. مسكت بقى نظفت شلت الشلت بقى. انا كنت قايله لكم ان انا غاسله الشلت وغاسله الفرش وغاسله كل حاجه. فبصراحه النهارده قلت لا بقى ما بديهاش. داخلين على مدارس ومذاكره كتير وقعده كتير ومش عارفه لا هقوم افرش، حتى لو كان في رمل بسيط بقى يبقى نظافته بسيط. مش معقوله يعني الولاد بقى بتصحى بدري والكلام ده. فقلنا بقى نشجع ونقوم. قمت بصراحة النهاردة مسكت الانترنت نضفته كويس، ونضفت أوضة الولاد برضو كويس والصالة والأوضة. بصراحة يعني عملت شوية شغل حلوين النهاردة. أنا كده ركبت الفرش كده، بقى أركب الفرشة قدامكم أهو. أنا كنت غسلاه وسايباه، ما كنتش فرشته بصراحة. بقالي أزيد من 20 يوم ما جيتش جنبه. هنا بعمل حركة حلوة أوي عشان مش كل ما نقعد على الانتريه يقع. الدبابيس اللي هي بتاعة الطرح بس الكبيرة اللي كانت بتيجي أيام زمان دي، فأنا بمسكه أدبسه من ورا، من الكسوة اللي أنا عاملاها للأنتريه من جوه. يعني باخدها كده زي غرزة كده بس بالدبوس، وأما باجي أشيله بسحب الدبوس أخده وخلاص. هنا بقى أما نحس بتغيير كده ونبدل الدنيا مع بعضها، نجيب الكراسي اللي هما الكرسيين الصغيرين هنا، ونودي الكنبة الكبيرة قصاد الكنبة الصغيرة، عشان طبعا هفرش بقى فمش هينفع. هي دي مش فرشة الشتاء خالص، احنا لسه بدري عن الشتاء ولسه بدري عن انطفاء الشتاء. بس قلنا اما نروق الدنيا كده، يعني بدل ما الدنيا مكركبة قوي
نخليها 3/4 كركبة بس، على ما ان شاء الله الولاد يدخلوا المدارس واستقروا كده ونعرف المواعيد ونظبط كده، عشان طبعا مع دخول المدارس مواعيد الدروس بتتغير، في لخبطة، في يعني لا الدرس ده مش جاي، لا الدرس ده هيجي قصاد ده، لا المدرسة، لا مش عارفة ايه، لا النادي، لا كذا حاجة بتدخل مع بعضها، بالذات مع دخول الدراسة. فاهمين قصدي؟ انتوا طبعا شايفين انا بعمل ايه، مش محتاجة اشرح. انا بركب كده الفرش بتاع الانتريه، خلينا نقول ايه، امسكها واحدة بواحدة كده. طبعا شايفين انا بعمل ايه، مش محتاجين يعني ان انا اقول حاجة. فبقول لكم، فبتبقى لخبطة شوية مع دخول المدارس، اللي عندها أطفال طبعا زيي، ومثلا بتودي مثلا نادي أو بتودي دروس أو كده، فالعملية بتبقى مضغوطة شوية لأجل الأطفال، بتبقى يعني ممكن يعني بتبدي حصة على حصة، بنروح مثلا للمستر نقول له بدل لنا كده. فاهمين قصدي؟ اللي زي كده يقول لي، اللي زي بحتار مع دخول المدارس. اما ببقوا دروس بس مش ببقى محتارة قوي، لاني بحاول اظبطها، لكن مع دخول المدارس الجو بتلخبط خالص بصراحة. وكل سنة وانتوا طيبين، وعام جديد ونجاح جديد وتفوق جديد وحاجة حلوة جديدة لكل اللي محتاجها يا رب، وكل اللي بيجتهد يبقى له نصيب في نجاحه، وما يضيعش تعبه أيا يكون بقى، أي حاجة، صيدلة، طب، هندسة، أزهر، مدارس حتى الابتدائي، ربنا ما يضيع تعب حد، وربنا يخلي كل الأمهات والأبهات، لأنهم بصراحة بيتعبوا جدا في الظروف الصعبة اللي احنا فيها ديت مع أولادهم. ونقول يا رب عين كل من كان، يا رب يا رب عنا جميعا. هنا بقى نظفت الأنتريه كويس، وهو بشتغل بقى وبعمل وايه. هنا بقى انا عملت حركه انا كنت سامعاها من واحد من زمان جدا، قال لي لما تحس ان الشاشه بتاعتك ملطعه من مكان ايدينا، طبعا ده موجود في كل بيت، باللي منديل خل. اعملها ما اعملها، بصراحه كانت الشاشه بتاعتي ملطعه قوي، ومهما امسح فيها مش عايزه تنطق. اعملها ما اعملهاش، اعملها ما اعملهاش، في الاخر قلت ايه والله لا انا بلا الايه المنديل خل وهمسح بسرعه مش هخليه. بس بصراحه طلع لي كميه تراب من على الشاشه انا ما كنتش متخيلها في المنديل، بالذات اللي هي الزوايا بتاع الشاشه ديت، مسكت مسحته بالمنديل لقيته مطلع كميه تراب من على الشاشه، ما كنتش متخيله ان ممكن ده كله يبقى على الشاشه، تراب كتير جدا. قلت بقى ايه ده، لا بس بصراحة نضفها واعمل. جربيه لو عندك شاشة او تلفزيون او حاجة، باللي منديل خل وعصريه، ما تسيبيش الخل عليه قوي، يعني مبلول بسيط كده، يعني بلول صحيح بسيط كده، بلول، خليكم فاكرين الكلمة دي بلول. مبلول بسيط كده، وامسحي بالشاشة هتتمسح وتبقى فل كده. بقى انا مسكت الانتريه زي ما انتوا شفتوا، غيرت، ركبت الشيلت وركبت فرش الانتريه وظبطته تظبيطه 100 100. قلت بقى بصراحة اما ادخل على اوضه الولاد كمان عمالة انفض في رمل، اشيل واحط في رمل. قلت لا ما بدهاش بقى، ممكن نحط السجاد يشيل شوية. قلت برضو كان ماشي فرشة السراير ديت، لان برضو الجو حر وما ينفعش الفرشة كتير، هو اخرك 3 ايام في الحر ده ممكن تسيبي السرير، اخرك يوم ما تقولي سبته قوي ما تسيبوش اكتر من 3 ايام ليكي بقى ولولادك وكده، لان الجو حر طبعا بيناموا بيعرقوا، حتى لو 60 مروحة شغال برضو لازما بتغير. هنا بقى كنت انا نظفت السراير، وكنت اصلا يعني قفلت الفيديو وجبت اللي هي الظهر بتاع السراير ده، مسحته ونضفته وجبت طقم جديد من الدولاب، هنركبه سوا مع بعض اهو. بحب الطقم ده قوي، بحب قماشته طريه وجميله، وما بتتحط على السرير ما بتقعش، في طقم كده تحطيها بعد شويه تلاقي عايزه تلمها من على الارض، لا قمشه الطقم ده جميله بصراحه ما بتقعش. حد هيقول لي انت عندك الوشاش دي واسعه، انا بحبها واسعه، ممكن بركب ممكن بغير وحد مش معايا، فبحتار ليه ان انا اقول يا حد يشد قصادي والكلام ده. انا بحب الوشاش دي واسعه عامه يعني، حتى لو ضيقه، يعني لو انا شاريه طقم ويجي معايا
او شاشة ضيقة ممكن اروح عند الترزة اوسعها عادي، استغنى عن خدادية، استغنى عن اي حاجة واوسعها. وكده بقى الكبرتيات دي كمان بطبقها، لان الولاد طبعا بدأوا يتغطوا بالليل عشان احنا بنشغل المراوح. وهنروح برضو نظبط السفرة كده برضو حاجات بسيطة نمسحها برضو ونروقها. وبرضو دخلت على اوضتي برضو غيرت السراير، غيرت الملاية وفرشت ملاية نظيفة ونضفتها. بس قلت بقى يعني ايه عشان الفيديو ما يطولش معاكم قوي. هنا بقى قلت اما ادي مسحه للمروحه بسيطه، نطرت ترابها كده بس بسيطه يعني مش كتير، يعني عادي ما عملتش حاجه في السراير يعني، حتى مش هرجع اكنس من ورا تاني، هكنس من قدامها بس ما عملتش ترابه قوي يعني، ده يدوب بسيطه خالص اهو. انا يدوب بس زقتها لجوه وجبت من تحتها وخلاص. وهنا بقى بنضف برضو اهو، هكنس بقى الاوضه ونطلع بقى على الصاله بتاعتنا ونشوف ايه فيها ايه. مفيش الحمد لله يعني التراب قوي، لاني الشقة اما بتكوني ايدك فيها على طول ما بتحسيش برضك بتعب قوي. هنا برضك مهما يكون في يعني في تراب وبتاع بس مش قوي. رحت برضك على ترابيزة السفرة قلت بقى اما انضفها برضك واروق حواليها كده. وبدلت الفريزر وهي بطة زي ما انت قلتيلي، ودي وشه كده، هو فعلا كده شكله حلو واداني مساحة، بس ممكن يضايقني في الحركة بس ان انا بفتحه. البنوتة او الاخت اللي كانت قالت لي خلي وش الفريزر للسفرة، عملته بس ممكن يضايقني، هجربه ان ما عرفتش اتعامل معاه هرجعه تاني زي ما كان. هنا بقى انا مسكت التراب دوت طبعا، بس انا هنا قفلت الفيديو وطلعت عشان يعني مثلا ممكن حد معدي حاجة، فما عشان ما يعني ما اجرحش حد او اطفل على حد. فانا طردت التراب وقلت انا هكنس لوحدي بقى وقفلت هنا كنت مسحت بقى الارضية كلها وحطيت السجادة دي هنا، دي حافظة بصراحة بس كبيرة حلوة بتداري الحتة. ودي هنا سجادة الصلاة، ودي السفرة مسكتها غسلتها، بقولها غسلتها مسحتها. وده كان مفرش عندي والله ما انا شارياه، حطيته قلت تغيير اهو. وده بقى بعد ما فرشت خالص وظبطت ادي الانترينا مسحته ونضفته وفرشته معاكم اهوت، شكل تاني وريحة تانية، نظافة بقى، ريحة نظافة كده نظافة. وادي السفرة وادي الترابيزة. وتعالوا برضو نشوف اوضة الولاد، نروح نشوفها مع بعض على طول اهوت. ادي اوضه الولاد برضك مسحتها وروقتها ومسحت شبابيكها وعملت شويه شغل حلوين فيها. يا رب بقى يكون الفيديو بتاعنا عجبكم النهارده، متنسيش بقى تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس، وكده اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.